عطلة عيد الأضحى لهذه السنة وكذلك تاريخ عيد الأضحى لسنة 2025 في المغرب. بالنسبة للعطلة، كثير من الصفحات الفيسبوكية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي قالوا بأنه سيتم إلغاء عطلة عيد الأضحى لهذه السنة، فهذا خبر كاذب لا أساس له من الصحة. ليس هناك أي قرار من الحكومة وما غيكونش، لأن العطلة ثابتة مقررة. العيد ما تلغاش، فقط تم إلغاء شعيرة النحر أو الذبح هو اللي تم الإلغاء ديالو. أما بالنسبة للعطلة راه ما تلغاتش. غيستافدوا المؤسسات العمومية أو الموظفون اللي كيشتغلوا في القطاع العام أو القطاع الخاص من عطلة من 3 أيام اللي غتكون خاصة بالعيد. أما بالنسبة لتاريخ العيد حسب الدراسات الفلكية فإنه من المتوقع أنه غيكون يومي 7 أو 8 يونيو، يعني 7 أو 8 من شهر 6 اللي غيكون الموافق ل10 ذو الحجة. غيستافدوا منها الناس من 3 أيام عطل رسمية. خبر إلغاء العطلة خبر كاذب لا أساس له من الصحة، فقط عبارة عن أخبار زائفة وأخبار كاذبة. لحد الساعة ليس هناك أي قرار من الحكومة وما غيكونش نهائيا. هادشي اللي كاين في الفيديو هذا غير لتوضيح وتنوير الرأي العام. تبقوا على خير.